سلام، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. انا اليوم جيت نحضر معكم الرغيفات مع مريم بالزيتون الاسود والزعتر. كيجي فيهم واحد اللوغو خطير وساهلين ماهلين وضياع توجدوهم. وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو المقادير وفي نفس الوقت طريقة التحضير. بسم الله. عندي هنا زلافه ديال الدقيق تكون مسحه من داك الطحين اللي كيكون مهسهس. عندنا ملعقه صغيره من خميره الحلويات، وعندنا ملعقه صغيره مسحه ديال الملحه، وكنديروا هنايا راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. وكنجمع العجين ديالي بالماء بارد عادي يعني من الروبيني. من بعد ما جمعت العجينه ديالي ودلكتها مزيان، كنجيب في يدي شويه ديال الزيت وكنبدا ندخلها في العجينه بحال هيدايا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمقادير غنخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. هنايا دابا هنا غنجيب العجين ديالي غندوب نحطها في السلوفه ونخليها جانبا. بالنسبه للحشوه انا عندي هنايا الزيتون الاسود اللي حيدت له العظام وقطعته، عندي قزبر ومعدنوس والثومه والزعتر غادي نحكو بين يدي. بالنسبه للزيتون انا ديجا عندي مشرمل فيه الهريسه، الا ما كانش عندكم مشرمل نتوما ديروا معلقه الهريسه. عندنا هنايا العصير الليمون وكنخلطوا العناصر كلها مع بعضياتها. هنا العجينه ديالي من بعد ما طاعت وطلقت راسها غادي نبدا نشكلها كويرات. بالنسبه للكويرات الحجم اللي كتبغيو نتوما. من بعد ما نشكلهم نغطيهم بالسلوفان ونخليهم يرتاحوا. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه غادي نبدا نطلق فيها فوق سطح العمل دائما باستعانه زيت الزيتون. صافي من بعد ما كنطلق رقيقه كنجي واحد شويه الحشوه ديالي اللي قلت لكم حضرت معكم قبيلاتي بالزيتون الاسود، كنبقى نحطها في الوسط وكنتني الرغيفه ديالي على 4. غادي نستمر هذا حتى غادي نكملهم كاملين. دابا ندوزو المرحله ديال الطهي. كيف ما كتشوفوا عندي مقله ثقيله فوق البطاطا تسخن مزيان. عمدا نقرص كنقرص وحده بوحده ونبدا نطيب. بالنسبه لطريقه الطياب ديالهم يلا كنحطهم كيبدا يقبطوا في راسهم، كنبقاو حنا كنقلبوا فيهم. المهم الرغيف كيطيبوا حنا كنقلبوا باش كيتنفخوا كيجيو مزيونين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف اللي حضرت معكم اليوم بالزيتون والزعتر. كيجي مزيون وكيجيو مزيونين وبنينين، خصوصا دابا مع هذا الجو مع شي برد اتاي. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.